السلام عليكم البنات، معكم ويساء من قناة ويسستاتيك. اليوم غادي نهضروا على القطعة المنقذة اللي ضروري تكون في خزانة كل بنت، السروال الأسود ديال الثوب. هاد السروال كيتعتبر قطعة أساسية حيت كيجمع بين الراحة والأناقة، وثوبو كيكون طايح وزوين كيعطيه همة اللبسة ومريح بزاف في الحركة. اليوم غنشوفو كيفاش نسقوه ب8 طرق مختلفة باش نخرجوا منه لوكات عصرية ومميزة. أول تنسيق هو مع القميجة الزرقاء. هاد اللون كيعطي طاقة كبيرة للأسود وكيخلي اللوك يبان جريء وأنيق في نفس الوقت. التنسيق الثاني هو مع اللون الأزرق السماوي أو بلو سيال. هاد الكومبو كيعطي هدوء وانتعاش ومثالي جدا للأجواء الصيفية أو الخروجات الصباحية. بالنسبة لعشاق ستايل العصري، القميجة بالرمادي مع السروال الأسود كتعطي لوك مينيماليست وراقي بزاف، كيبان فيه التناسق هادئ ومريح للعين. أما إذا بغيتي لوك كيبان إكسبنسيف أو غالي، فما كاينش ما أحسن من القميجة بالباج. هاد التنسيق كيعطي لمسة من الفخامة والنعومة في نفس الوقت. وطبعاً ما نقدروش نساو القميجة البيضاء. هذه هي اللبسة الآمنة اللي كتمشي مع كل شيء وكتعطي لوك كلين ومرتب بزاف. اللي كيبغيو التوتال بلاك لوك، تنسيق السروال مع تريكو نص كم بالأسود كيعطي جاذبية خاصة وكيبين القوام بشكل متناسق وطويل. التنسيق السابع هو مع بودي أبيض لاصق. هاد اللوك كيبان أنثوي وعصري بزاف وكيصلح كقاعدة أساسية، نقدروا نزيدوا فوق منها جاكيت أو نكتفيو بها بوحدها. وآخر تنسيق في الملابس هو التريكو المخطط بالأبيض والأسود. هاد ستايل كيعطي لمسة باريسية أنيقة وما كتموتش مع الوقت. وفي الأخير اللوك المفضل عندي هو اللبسو الأسود بالكامل، ولكن باش نزيدو عليه حياة وجمالية كنستعملو سكارف أو الفولار الملون. تقدري ديريه داير على العنق بلمسة فنية أو تربطيه في الجنب ديال الخصر جهة الصمتة. هاد الحركة البسيطة هي اللي كتعطي شخصية اللبسة وكتميزك على الآخرين. وباش نكملوا الأناقة ديالنا لازم نعرفوا باللي هاد السروال كيتماشى مع كل شيء. تقدري تلبسيه مع سبرديلة باسكتس لستايل كاجوال ومريح، أو مع موكاسينز للوك عملي وأنيق. وممكن تنسقيه مع تالون هاي هيلز أو صندالة صيفية باش تحولي اللبسة لستايل رسمي وراقي. كانت هذه هي أفكاري لتنسيق السروال الأسود القماشي. نتمنى تكون هاد الاقتراحات نالت إعجابكم وعطاتكم إلهام لوكاتكم الجاية. ما تنساوش تشتركوا في قناة ويسستاتيك وتخليوا لي لايك وتعليق فيه أكتر تنسيق عجبكم. شكراً على المشاهدة ونتلاقاو في الفيديو الجاي. بسلامة.